غرتها هذه الحياة والبهرجة. قالت ما داير أذكر اسمها تقول أنها قابلت تعرفت على مسلمة أمريكية من أصل كولومبي. العربية دي، العربية المسلمة دي، المرأة العربية المسلمة اللي نالت جائزة نوبل دي، قالت أنا تعرفت على واحدة أمريكية من أصل كولومبي أسلمت لها شهرين. تقول العربية دي تقول بقدر ما فرحت على إسلامها، فرحت إنها مسلمة، وفرحت أيضا، شوف الحملة الشعواء على الدين وعلى الأخلاق، للأسف الشديد حتى من أبناء جلدتنا، لأنه لقى له شوية دولارات وبس. انظر كيف تدلس هذه المرأة. أنا ما قلت هذا الكلام إلا لأن لها متابعين كثر للأسف الشديد، وما قلت هذا الكلام إلا لأن في هذه الأيام الحملة الشعواء على الإسلام جاءت من كل ناحية ومن كل صوب، وللأسف الشديد من أولادنا وبناتنا دي مسلمة وما حجبها، لابس الحجاب يعني كمان. ما تظنوا ده ساكت لحد هسه مخلينها لابسه حجابها وتتكلم في كل المنتديات وفي كل المواقف. الكلام ده ما ساكت، الكلام ده مخطط له. قالت لقيت المرة دي الكولومبية أمريكية من أصل كولومبي مسلمة وأسلمت لها شهرين، فرحت لإسلامها وفرحت إنها قاعدة ساكت، يعني ماشية زي ما هي. يعني الإسلام ده ما غير في أي حاجة، لا غيرت لون، لا غيرت شكل، ما لبست حجاب ولا لبست عباية ولا لبست طرحة ولا لبست أي شيء. قالت أنا فرحانة إنها حافظت، هكذا تقول، وسرني محافظتها على شكلها دون نقاب ودون جلباب. قالت فقمت قدمت لها 3 فتاوى ونصيحة. المسلمة دي العربية دي قدمت للمسلمة الأمريكية الكولومبية 3 نصائح. الجديدة دي قالت لها تعالي أنا بنصحك، بديك 3 فتاوى، انت منو عشان تفتيها، لكن هكذا. قالت اديتها 3 فتاوى ونصيحة، 4 حاجات. الفتوى الأولى قالت لها ما تغيري اسمك لاسم عربي، يعني ما تسمي نفسك عائشة ولا فاطمة ولا حواء ولا أي اسم من الأسماء العربية دي، لأن هذا ليس من الإسلام. ماشي، ما مشكلة، ما يشرط إنه الزول بخش الدين يغير اسمه، يقعد باسمه، بس المهم اسمه ما يكون مخالف للعقيدة. دي الفتوى الأولى. الفتوى الثانية قالت لها خليك قاعدة كدي، أصلك لا تغيري الردة حقك ده ولا البنطلون حقك ده، ولا خليك قاعدة كدي. فهناك متسع لإسلام، شوف، وهناك متسع لإسلام بدون جلباب وبدون نقاب. إسلام بتاع الموايوهات ده، في إسلام زي ده كده، إسلام كده. هناك متسع للإسلام بدون جلباب وبدون نقاب. دي الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة قالت لا تفارقي زوجك بحجة اختلاف دينكما، ما تفرقوا، خليك قاعدة معه، مارسي حياتك الزوجية عادي، انت مسلم وهو كافر عادي. الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. دي قالت لا 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 عادي، انت كافرة وهو مسلم عادي، ما في مشكلة. منو اللي قال لك الكلام ده حرام؟ قالت لها شنو؟ قالت لا تفارقي زوجك بحجة اختلاف دينكما. المهم قالت لها كلام طويل كثير كده. شوفوا النصيحة، شوفوا النصيحة. طبعا الفتاوى دي كلكم عارفين الجواب عنها، لكن شوفوا النصيحة. قالت لها ونصيحتي لك لا تأخذي، صلوا على رسول الله، قالت لها بنصحك ما تأخذي دينك، لا تأخذي الدين من فتاوى العرب. وانت أمريكية دينك، ما تأخذ الدين من فتاوى العرب، وخاصة العرب بتاعين الخليج. فهديل ناس الخليج ديل اللي قاعدين يفتوا ديل، فهؤلاء إنما
ينقلون ثقافتهم المتخلفة وانحطاطهم الحضاري ويلبسونه ثوب الدين. دي نصيحتها. قالت لها أنا بنصحك، هي عربية وبتنصحها، قالت لا ما تاخذوا دينك من العرب. طيب ما خلاص انت ذاتك ما اخذ بكلامك ولا كيف؟ العقل بيقول شنو؟ هكذا. شوف الله عز وجل يمهل للعبد براو بلسانه بيسقط روحه. قالت لا ما تاخذي فتاوى من العرب يا زول، هو شوفي فتاوى امريكيه بس، انا دي ذا. وانت شنو؟ اللي قاعد تنصحيها بهذه الفتوى. للاسف الشديد ايها الاخوه، هكذا ديل النموذجين، زول متمسك باخلاقه ودينه والقروش عنده ممكن عادي، يعني عادي يلبس. بس المشكله انه هنا ناس محمد صلاح والجماعه الباقيين ديل لابسين جاتهم حاجه. لكن ماذا خسروا وماذا خسر هو؟ حتى تعلم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. مسلمة من بلد عربي